بعد المباراة ايه السبب؟ بص يا كابتن مدحت، اولا بصراحة انا بص انت عارف ان انا يعني ما بخافش من حد ولساني بيبقى طويل وما بخافش الا من اللي خالقني الحمد لله، وانا بتوكل على الله. اولا انا بشكر طبعا نادي وادي دجله ومستر ماجد سامي ومستر حازم خيرت على الرد البيان اللي هم ردوا بيه على جوزيه مستر مانويل خوزيه. كل شيء كل الكرة عايز اقول له بس حاجه واحده بس، ده خلاص ماضي وانتهى. ماضي وانتهى. تقصد ايه هو الماضي وانتهى؟ الموضوع بتاعك ولا هو؟ هو خلاص ماضي وانتهى. هو خلاص كجوزيه هو دلوقتي بيشتغل في اكاديميه، بيشتغل في حاجه. خلاص انا راجل الحمد لله ربنا عاطيني بلدي عايزاني، بلدي محتاجاني، بلدي واقفه جنبي، بلدي عطشان الشهره، بلدي عطشان النجوميه، بلدي عطشان كل حاجه. التراب بتاع بلدي ده احطه فوق دماغي. معرض يعني احطه فوق دماغي، التراب بتاع بلدي احطه فوق دماغي. انا واحد الحمد لله ربنا كرمني بشتغل وبرفع اسم بلدي وفي كل المناسبات موجود الحمد لله والشكر لله. الباقي على اللي جاي عندنا مثلا موجود في مصر يفتح اكاديميه. الطبيعي ان ده لما تفتح اكاديميه لازم تكون قدوه لكل حاجه يا كابتن مدحت. تكون قدوه حتى لو في سلبيات بينك وبين اي مجلس اداره النادي. يعني نادي الاهلي كان على حق ان هو لما ما رجعش مانويل خوزيه كان نادي على الاهلي على حق. دي حاجه تحسب لمجلس اداره النادي الاهلي، لان هم كانوا على يقين ان هو لو رجع كان هيحصل مشاكل في النادي الاهلي في السنه دي او السنه اللي فاتت. اكيد هم عندهم كانوا على حق، لان هم عارفين ان ممكن كان يحصل مشاكل زي ما بيحصل دلوقتي. ولو انت النهارده اتكلمت مع سيبك من عصام الحضري، لو اتكلمت معانا اي واحد تاني على اي مدير فني على اي لاعب كان ليه خلاف معاه هتلاقيه بيطلع بينتقد اي حد وبيتكلم اي حد. عشان كده زي ما قلت لك انا اكبر ان انا اسمع عصام الحضري الحمد لله. لا هو انا اندهشت، هو ليه انت تحديدا؟ يعني ليه انت تحديدا من جانبه يعني؟ والله انا ما قلت لك كابتن مدحت ما اعرفش، بس زي ما قلت لك قصه انا ما ببصش للحاجات المهاترات دي ولا ببص للحاجات دي، ولا الناس كلها تعرف عصام الحضري وتعرف عصام الحضري بيشتغل ازاي وبيعمل ازاي. لو احنا كذابين ما كانش ربنا هيكرمنا، لو احنا منافقين ما كانش ربنا يقف معانا في كل حاجه احنا بنشتغل فيها. وفي الاول والاساس زي ما قلت لك، واتمنى انا وقت بقول لك اتمنى ان الكلام اللي انا بقوله لك ده اتمنى ان هم الشويه بتوع اللي هم بيقعدوا يترجموا له اتمنى ان هم يوصلوا نفس الكلام ده. انا بلدي عايزاني وفي طريق ماشي عليه، بفكر لبلدي، برفع اسم بلدي. الباقي اللي قاعد ماهوش موجود في بلده اصلا وبيجي بلد ثاني. فهمت انت قصدي؟ نعم. اما انا الحمد لله النهارده كابتن منتخب مصر منتخب مصر، انا وزمايلي موجودين مع بعض بنرفع اسم بلدنا في كل مكان او في كل مناسبه. صحيح. احنا موجودين فيها الحمد لله. عشان كده ما فيش اي حاجه انا الموضوع ما كنتش هرد فيه والله ولا هتكلم فيه. انت يمكن اعرف اول مره حد يتكلم معاه في موضوع هو انا ما كنتش هرده والله خالص. لا هو اتكلم واتملى في المواقع كلها الحكايه دي، فكان لازم اسالك. انا بص يا كابتن مدحت، انا راجل يعني هقولها لك بطريقه يعني حلوه الحمد لله يعني. دي حاجه انا اتعلمتها في حياتي. انا راجل محترف، ما ببصش لاي حاجه ان تشتتني او اي حاجه توحشني عن الطريق بتاعي اللي انا الهدف بتاعي او الطريق اللي انا عايز امشي عليه. كل واحد ليه وجهه نظر يقولها، كل واحد ليه راي عايز يقوله. في الاول والاخير انا راجل محترف باخد كل حاجه على يعني على قلبي بعادي ولا يفرق حاجه مين اللي موجود ومين اللي مش موجود. مش لازم يكون مانويل خوزيه، خلي بالك برضه الناس ما تفكرش ان هو الموضوع لمانويل خوزيه، لا. الموضوع انا كحضري طريق ماشي عليه، ما فيش حاجه هتوقعني من عليه. برافو. لا انت عندك ما شاء الله جلد. هو يمكن في كلامه كان بيقول انه انت اتهمته انه هو اللي مشاك لسيون وهو كان السبب والكلام ده. فمن المنطلق ده انا طبعا مش مهتم قوي بكلامه زيك الحقيقه، لانه انا بتفق معاك ان هو ماضي وانتهى، لكن في النهايه هو مدام قال فكان لازم اسمع رد منك. لكن ردك في الملعب انا موجود في الملعب يا كابتن بمثل بلدي. دي اقرب دليل ان انا ارد عليه، ان انا كابتن منتخب مصر وبمثل بلدي اللي هي ليها فضل عليا، والتراب بتاع ده هفضل احميه واصونه لاخر يوم بعد ما بطل كوره. وان شاء الله يبقى يكون لنا مكانه ان شاء الله الوصول لكاس العالم يا رب يا عصام. زي ما قلت لك يا كابتن مدحت في حاجه حلوه، احنا احتفلنا خلاص. عندنا خلاص الحمد لله ربنا كرمنا. حاجه بقى بقولها